ازيكم؟ الكوارث في مصر ليها شكل تاني خالص. في مصر دايما في اي حته في العالم عامه بيبقى الكوارث دي حاجه كده يتخاف منها، يبدا كله يعمل احتياطات وكله ما يخرجش من البيت. اما الكوارث في مصر ليها شكل تاني، زي ما احنا عارفين شعب فكاهي، او زي ما احنا وصلنا له دلوقتي شعب بقى سخيف، بقى يتريق على اي حاجه. في الحلقه ديت هنتكلم عن حجم الكوارث وازاي في مصر بنقابلها. انا مدحت زين هكون معاكم في الحلقه ديت برنامج الكائن البيضاء. اهلا بيكم، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب واشتراك للقناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا بينا. ازيكم مره ثانيه. الكوارث انواع. كارثه زي اللي احنا فيها من يومين اللي بدات يوم الخميس ومفروض تنتهي يوم السبت ان شاء الله على خير، عواصف واتربه ورياح وحاجه كده ما يعلم بها الا ربنا. وكارثه ظهرت على العالم كله. من فتره صغيره كده صحي الناس على خبر فيروس لا يرى بالعين المجرده اسمه كورونا، بيخش جسمك واعراضه ما بتظهرش عليك على طول، بالعكس بتتاخر ومفيش فتره صغيره جدا وبيبدا حاله الانسان تتدمر والرئه تتلف خالص وتبوظ خالص وتبدا تموت. والمصيبه الاكبر ان اعراضه عامله زي الانفلونزا، ودي مصيبه لان انت في الطبيعي جدا ان الانفلونزا بتاخد لها شويه ادويه خفيفه وبتخف، فما بالك اعراضه وانت مش هتكتشفها. طبيعي ان انت هتحس بخنقه وتعب وفجاه تلاقي نفسك هوب وقعت وموت. فيروس بيهدد العالم كله، فطبيعي هيخوف اي حد يسمع عنه الا في مصر. الفيروس اول ما ضرب دوله كبيره زي الصين. عدد سكاني كبير، دوله بتصدر تقريبا للعالم كله، ودي مصيبه لان المرض بيتنقل عن طريق اي حاجه. فدوله زي ديت لما تصدر لك كل حاجه فكان طبيعي ان انت هتوقف كل حاجه من عندها، يعني مش هتاخد ليه بقى؟ ما انت كده الفيروس هيتنقل معاه. فكانت اكبر مصيبه انها اول ما اصاب او اول ما ضرب الصين. ناس كتير اتكلمت ان سبب ظهور الفيروس في الصين ان الناس بتاكل فئران وان الناس بتاكل مش عارف كلاب. مش قصتنا دي خالص. اصلا حلقتنا النهارده مش هتبقى يعني ايه معتمده على سبب فيروس، لا ده هيعوز حلقات كتير جدا نتكلم فيه. الفكره كلها ان في فيروس هيبدا ينتشر من الصين وهيبدا يخش دول، وبقينا كل يوم بنصحى على خبر ان الفيروس دخل دوله جديده وحالات وفاه ودول متقدمه جدا، يعني دول بالمعنى صح واخده احتياطاتها من حاجات كتير قوي. تخيل الفيروس بيخش يضرب يموت ناس كتير جدا، يبدا يحصل كارثه في البلد دي، تبدا كل حاجه في البلد حرفيا بتقف، رياضه اقتصاد اي حاجه. المصيبه بقى ان العالم فعلا كله مرعوب الا مصر. طبعا انتوا عارفين الا مصر ليه؟ دوله دعا عليها الانبياء وذكرت في القران. ده الكلام اللي احنا بقالنا الاف السنين بنردده. بنتكلم كتير ونقعد نقول دوله دعا عليها الانبياء ودعا، مع اننا ما بصيناش على صوره مثلا زي محطه المترو دي كده. صوره زي اللي في محطه المترو ديت كفيله لو واحد بس عنده فيروس يموت فيها مثلا مئات. فانت متخيل ان احنا لما بنيجي نعالج مشكله عندنا بنحاول نطمن نفسنا فنقول دوله دعا عليها الانبياء؟ طب انا عايز اقول لك ان احنا اصابنا وباء كتير قوي زمان ودلوقتي، واحتلينا كدوله وحصل فينا كوارث كتير قوي. ما يبقاش المبرر بتاعنا دوله دعا عليها القران والدوله دي، لا، في مفروض يا جماعه في اي دوله في العالم بيحصل توعيه. يعني ما ينفعش دايما نرمي الحته على ايه؟ على ان احنا ندعي بقى ونستنى الفرج من عند ربنا. لا طبعا ندعي، الدعاء بيغير القدر، بس الفكره كلها ان احنا لازم يا جماعه في الفتره ديت ما نقعدش ناخد الموضوع على هزار. الدوله بقت سخيفه، الموضوع على السوشيال ميديا قالب الموضوع كوميديا ومسرحيات كده لا الدول بره خايفه جدا. الدول بدات بره تاخد احتياطاتها، بدات تقفل على نفسها، بدا يحصل وقف لكل حاجه. يعني حتى ماتش الكوره تقريبا اتوقفت، في سياحه اتقفلت، في حاجات كتير حصلت في الدول الثانيه الا مصر عندنا فاتحه دراعاتها دايما للي جاي من بره حتى لو كان صيني. والفكره كلها مش كده، انا مش قصتي خالص برضو كده، انا قصتي التهييف او التقليل من المرض. فكان لازم يحصل حملات توعيه كتير ومن بدري قوي، لان احنا دوله معتمده تقريبا كل المنتجات اللي عندها صينيه، فكان لازم يحصل توعيه جامده.
علشان للاسف نسبه الجهل عندنا كتير. عندنا في مصر مثلا اول ما فيروس سي ظهر ضرب كميه كبيره لدرجه ان احنا بسم الله ما شاء الله كنا الاول عالميا في فيروس سي. فلازم يا جماعه يحصل عمليات توعيه، مش نستنى بقى نقعد نهزر على الفيسبوك زي ما بيحصل. وزي ما احنا قلنا احنا كشعب فيها نسبه جهل كتير، فكان لازم طبيعي وجهات الاعلام عندنا او مثلا نجوم المجتمع هم اللي يحذرونا، هم اللي يوعونا، هم اللي يفهمونا ايه الصح من الغلط. فمثلا نتفرج على نجوم المجتمع كده قالوا لنا ايه او وعونا ازاي من الفيروس ده. ربنا يستر على العالم كله يا رب من المكرونه دي اللي جات لي، وباذن الله يلاقوا علاج للفيروس اللي جالكم. مكرونه خد بالك حاسب ده كورونا فيروس مجنون. صراحه بقى عندنا وضع غريب جدا من ساعه ما الناس بدات تمسك موبايلات وكاميرا وبدات تتعرف على السوشيال ميديا. بقى الموضوع يعني ايه، كل واحد عايز يبين ان هو كوميدي، كل واحد بيتكلم في اي حاجه، ويعني ايه الموضوع كلها بقت هزار بس، مع ان المصيبه اكبر ما احنا متخيلين بكتير. والغريبه اللي احنا وصلنا له او الحاجه اللي ما كانتش فينا اصلا ان احنا بقينا كمان عنصريين. وللاسف ان انا بقول كده، الفيديو اللي انا هعرضه لكم دلوقتي هيبين جانب مظلم فينا. انا يعني كشخص مثلا عنده 30 سنه ما كنتش اوعى على الحاجات دي خالص، ما كانش فيه في مصر اصلا الحاجات دي. فالفيديو اللي انا هوريه لكم هيبين جانب مظلم للاسف حصل في بلدي، حاجه انا ما كنتش احب اشوفها خالص. طب ارميه يا عم، ارميه بسرعه. طب ارميه يا عم، ارميه بسرعه. اول حاله كورونا في مصر، الله يكون في عونك يا حاج. انا مش فاهم احنا ازاي وصلنا للبجاحه دي، ازاي وصلنا لقله الادب والسفاله والانحطاط ده. طالب صيني بيدرس في الازهر الشريف وفي دوله مصر في بلد العلم والمناره، يتقابل بكل الوساخه والانحطاط اللي احنا شفناه ده عشان بس بملامح اسيويه او شكله صيني. طب متخيل واحد زي ده هيقول علينا ايه؟ طب ما تيجي نشوف كده قال علينا ايه؟ مع اننا احنا المفروض شعب الطيبه. اتفرج كده. ما ننكرش، زي ما بينا الجانب المظلم يبين الجانب الكويس. الشخص دوت او الراجل دوت بعد ما حصل معاه الموقف السوشيال ميديا اتقلبت وكل بدا يعتذر له وكل بدا يتاسف له. وبصراحه ما كنتش احب اشوف عنصريه في بلدي ولا يوصل الموقف للدرجه دي. صاحبي بالنيابه عن مصر كلها انا اسف. نرجع تاني للموضوع. بص عشان ما اطولش عليكم انا هسيب موضوع الفيروس ده لان هو محتاج حلقات كتير جدا. قبل يوم الخميس بكام يوم الدوله طلعت وحذرت الناس انها ما تخرجش، واجلت المدرسه اليوم دوت، واجلت المصالح الحكوميه والشغل الخاص وكله. وبدات تقول ان في اعصار اسمه التنين، الاعصار ده هيهاجم مصر وهيبقى حاجه كده يعني زي ما تقول واكيد كلنا عشناها، مطره وزعابيب وعفره وحاجات كتير قوي يعني من اللي قلبك يحبها، من اللي احنا مش متعودين عليها في مصر هنا. وزي ما احنا عارفين المصري بقى في اللي هيهمه البيان وهيبدا يحذر ويخاف على عياله وناسه، وفي السخيف اللي فاكر دمه امه خفيف ويبدا ينزل بقى كوميديا ونكت وحاجات زي كده. وكان في طبعا اللي في وقت الشده راجل، الرجاله المصريه اللي احنا عارفينها، الناس اللي بتقف في وقت الشده فعلا وتبدا تساعد الناس زي ما هنشوف دلوقتي. في ظل ما فيديو زي ده الوضع ودي البيوت بتغرق اهي ظهر والسيل ده سيل زي ما انت شايف كده وسامع ناس بتستغيث وبتنادي على الحكومه وبتنادي ان شاء الله حتى باي حاجه يلحقوا الناس الكبار والناس الاطفال اللي تقريبا انجرفت مع الميه. كان في على الجانب الاخر احنا محتاجين الناس تصلي لنا حاجه زي كده. زي ما انتم شايفين عريس وعروسه كان عندهم فرحهم، وطبعا المطره واللي انتم شايفينه، فكالعاده طبعا خلاص المصري معروف بجبروته فكان لازم يفرحوا، فعملوا الفرح بالمنظر اللي احنا شايفينه. ده ايه الكوميديا دي يا جدعان؟ طبيعي في مصر جدا تشوف حاجه وتشوف عكسها خالص، تشوف حرف الاكس في المواضيع. يعني مثلا
حاجه زي كده في نفس اليوم برضه. ربنا يعوض على الناس ديت. عربياتهم اتبهدلت، سور كامل وقع، وبرضه احنا ما عندناش وعي. وده اللي احنا كنا بنقوله، التوعيه، التوعيه يا جماعه. المصريين دايما معروفين بحته ان احنا يا عم بناكل فول، يا عم مش هيحصل حاجه، يا عم احنا معدتنا بتهضم اي حاجه، يا عم الفيروس ده اوعى، ده كوارث ديت يا عم كبر، احنا ننزل نلعب، حاجه زي كده مثلا. يعني منظر زي ده مثلا لو في كابل كهرباء مسك الاربع شباب او الاربع اطفال او الناس اللي بتلعب في الميه ديت وماتوا، هيبدا يتكلموا الناس على ان في اهمال وان الحكومه مش عارف ايه وان مع اننا احنا اوقات بيبقى في ايدينا الحل. يعني مثلا كارثه طبيعيه زي دي، الطبيعي كده انت هتلتزم البيت، الدنيا كلها اجازه، مش هنبدا نخرج، هنبدا ندعي، هنبدا نهدى على نفسنا شويه عشان يعني ربنا يهدي يلطف الجو علينا شويه. ما يبقاش الموضوع كله ان احنا جامدين وان احنا مصريين واوعى والمصريين معروف وننزل نرقص حاجه زي كده. ايوه بترقصوا في الشارع. انا مش فاهم ايه كميه الناس اللي اتغيرت مره واحده. انا فاكر زمان لما كنت صغير كنت اتكسف اصلا امشي في الشارع، يعني وانا وماشي كنت بحس ان الناس باصه عليا، يعني وانا وباكل كنت احس ان الناس بتبص عليا لو انا في مطعم مثلا. ازاي الناس بقت بجحه كده؟ ازاي الناس بقت كل المواضيع بالنسبه لها ان هو يقف ممكن يترقص قدام انا مش فاهم يعني. هل كده هو شبح؟ هل كده بقى هو يعني مقطع السمك وديلها؟ هل لو انا رقصت في الشارع في وسط البطل وقعدت اعمل التشكيله والقرف اللي احنا بنعمله ده كده انا بقيت بطل وجامد؟ انا مش فاهم بصراحه، يعني احنا ازاي وصلنا للبجاحه دي؟ اما بقى الناس اللي بتعشق المدن الجديده واللي امنيه حياتها يشتروا فيلا او شقه مثلا نظيفه في 6 اكتوبر ومدينه نصر والحتت النظيفه ديت، وعدنا يا رب ولا اقول لك بلاش نتفرج كده على الحاجات ديت، ربنا يعوض طبعا عليهم وربنا يهون مصيبتهم. يا جماعه بصوا بيحصل فيا ايه؟ انا خد المطبخ نفس المنظر ده بمواعين بقى، تخيلي مواعين. ايوه هنعمل ايه؟ انا البيت غرق. ده منين؟ ده قافل ده منين؟ ربنا يعوض على الناس ديت ويعوضهم طبعا التلف اللي حصل لهم. بس يا جماعه عايز اقول لكم، وانا برضو لسه مصر ان مع كل كارثه اوريكم قلب المصريين، ازاي المصريين بيحبوا يهونوا المواقف او يسهلوا المواقف. وانا مش مع برضو كده، يعني مش مع ان انا هاجمك قوي ان انت يعني ايه، مش عارف اقول تستمتع باليوم ولا مش فاهم يعني. بس بصراحه يعني مثلا موقف زي ده شد جامد. ايوه يا احمد. موقف زي دوت او حاجات زي اللي احنا شفناها ديت يجننوا العالم بصراحه. يعني انا مثلا لو انا اجنبي وبتفرج على المصريين في كوارثهم بصراحه هستغرب هم يعني ازاي هم بالقلب ده، ازاي بالعقليه دي بصراحه، يعني مش فاهم. بس احنا يعني من الاف السنين كنا كده بصراحه، يعني بنحاول ناخد المصيبه مش على قلبنا شويه، نحاول ناخدها بكوميديا زي كده، زي الصوره دي مثلا. والصوره دي كمان. والصوره دي كمان. خفة دم المصريين بياخدوا الموضوع بهداوة شوية، وزي ما شفنا الجانب اللي بيضحك شوف كمان الجانب ابو قلب ابيض. الناس اللي هي عندها يعني كل من يمتلك قلب ابيض فهو نجا. نتفرج كده على الصورة دي. الرحمة يا جماعة، الرحمة بالحيوانات دي حاجة بصراحة يعني صورة جميلة أنا عجبتني. برضو زي ما بنتكلم على كده نتكلم مثلا عن فيديو كان صادم بالنسبة لي.
فتاة خارجة المية جايبة لغاية ركبتها وماشية، رايحة العربية. العربية طبعا متغطية بالمية أو تقريبا يعني نصها مية، وهي مش عارفة توصل للعربية. اتفرج كده بالصدفة هي بتصور وعايزة توصل رسالة إن إحنا يعني المية لغاية فين ومش عارفة توصل لغاية العربية. فشافت إيه أو لقت إيه؟ أنا كده المية لحد ركبي. يا خرابي يا خرابي. يا ماما يا ماما، ده في حد غرقان هنا. يا ماما يا ماما، يا جماعة في حد غرقان هنا. بس تخيل انت بقى في الصدفة ديت تكون ماشي في الشارع وراح توصل لعربيتك فتلاقي واحد ميت جنبك، وميت مثلا بالطريقة اللي احنا شفناها دي. ربنا يرحمه ويصبر أهله. ونتفرج برضو على حاجة مثلا زي برضو الحركة اللي بتحصل تقريبا في الأمطار. اتفرج على الفيديو ده كده. زي ما انتم شايفين كده قدامنا في الفيديو اللي شغال، عندنا في مصر المجاري بدل ما بتسحب الميه بس ما شاء الله بتردها لنا تاني. طبعا يوم زي يوم الخميس اللي كلنا عشناه كان يوم حزين وكان يوم يعني صعب شويه بصراحه علينا. كان في برضه عربيه واقفه على كوبري تقريبا في الجيزه تقريبا، والعربيه عطلت والكوبري كان متبهدل ميه خالص، وفي شخصين تقريبا اخوات او ولاد عم نزلوا عشان يصلحوا العربيه، فوصل بيهم الحال انهم ماتوا من الكهرباء فوق الكوبري. وبقى المنظر زي ما انت شايف كده. ربنا يرحمهم ويصبر اهاليهم، ويا رب يعني اللي حصل يوم الخميس يعني يكون اخر حاجه في الشتاء ده، وان شاء الله يعني يكون اللي جاي في 2020 افضل، لان بصراحه 2020 بقينا كلنا شايفينها بالمنظر ده. ايه يا شيخ؟ ايه يا شيخ؟ ايه بقى يا شيخ؟ الواحد بصراحه بقى خايف من 2020، استغفر الله العظيم يا رب. يعني هوريكم فيديو حصل في السويس كان برضو صعب يعني. يا ساتر ازاي المكان بيحصل كده وما عنديش معلومه بصراحه ان حد حصل له حاجه من اللي حصل دوت. كان في بصراحه يا جماعه صوره تانية غريبه. بصوا كده، انا مش قادر افهم ازاي في مصر بقى الوضع كده. يعني يبقى اي حاجه بنبدا نصورها ونفتح الموبايلات على طول والكاميرا شغاله، تحس ان احنا بقينا كاننا متربيين طول عمرنا في ايدينا كاميرا. وفي ظل المطره، وكان لازم طبعا في ناس مش هينفع ياخدوا اجازه لانهم كان يعني مش شغالين في شركه ولا حاجه، دول اكل يعيشهم يوم بيوم. فكانت منظر الست الغلبانه ديت وهي قاعده بتبيع في وسط المطر. دي احسن صوره تقريبا في اليوم ده. ومنظر الراجل دوت اللي استخفت عليه الشخصيه البيض اللي كاتبه البوست ده. الناس ما بتسيبش حد في حالها. راجل نازل يبيع موز في قلب المطره اكيد محتاج فلوس، فلما يطلع شخصيه زي دي تصوره وتقول له بقى كل الموز انت لوحدك بقى، احنا ما ضحكناش يا الله يعني. مفيش حاجه تضحك في بوست امك ده. وطبعا في يوم زي ده ما نقدرش ننسى رجالتنا اللي واقفه على الحدود. صوره زي دي جميله جدا. طبعا الناس ديت واقفه بتحمينا، فكان لازم نديهم ألف تحية بصراحة. يعني صورة جميلة جدا، وربنا يثبتهم دايما ويفضلوا حماة الوطن لينا يعني. طبعا جدعانة المصريين ما بننساهاش أبدا. فكان في فيديو يعني حاجة كده من الجمال زي الفيديو ده كده. دي عربيات مقطورة يعني عطلت في الطريق او علقت من الميه او ما عرفتش تمشي، فبدا الناس تنزل من بيوتها ويجيبوا ميه واكل للناس ديت عشان خايفين عليهم ينزلوا في قلب الميه ويبقى في كهرباء وحاجات، وبداوا يوصلوا لهم بحبل غسيل الاكل والشرب. وبصراحه يعني زي ما قلت لكم وقت الشده بنبقى رجاله بصراحه.
فمنظر زي ده بصراحه يشرف جدا جدا جدا. زي ما افتكرنا الشروق والرحاب، نتفرج على العاشر اللي دايما ليها نصيب في قلب المطره دي. ربنا يلطف بعباده. ما ننساش العبور وحبايبنا اللي في العبور. زي ما انتم شايفين كده شلالات بكبار العبور. ربنا ينجي كله برضه ان شاء الله، يعني اللي جاي خير ان شاء الله. وزي ما قلنا جدعنة المصريين مفيش زيها. فكان في فيديوهين كده عايز افرجكم عليهم برضه، حاجه جميله جدا. الفيديو ده العربيه 27 ديت كانت واقفه في الطريق وعطلت، ومحدش تقريبا من اللي حواليه كله كان همه نفسه عايز يمشي. فجت العربيه السمراء ديت خدت بالها فرجعت زي ما انتم شايفين كده، بدات تحرك العربيه ويعني بدا المساعده للعربيه. فشابوه بجد، وربنا يعني يعوض صاحب العربيه الصغيره ويجازي صاحب العربيه السمراء بصراحه. وان شاء الله يعني ايه نفضل جدعان دايما كده على طول. اتفرج بقى على الفيديو التاني. ما بينا ألف حلقة وصل وبشبه. دي عربيه عطلت برضه في الطريق، وجت عربيه تانيه بتشدها وبتساعدها. في الأصل ماليش غيرك أكيد، لكن محدش فينا مختار حد. دي مصر بقى، اللي بيحاولوا يا جماعه يتكلموا على المصريين. ففي جانب مسلم فعلا زي ما انا قلت في اول حلقه، بس ده مش كبير، بس هو ده الجانب الكبير، الجدعنه والمرجله بصح، اللي ما تسيبش حد بزنقه. مش هسيبك واقع ابدا، هقومك. وزي ما احنا قلنا يا جماعه ان كان لازم الناس يعني ايه يبقوا واعيين اكتر من كده. في ناس ساعدت وناس عملت، بس كان في كوارث فعلا في اليوم ده. يعني مثلا حاجه زي كده، تخيل بقى يعني الذعر اللي حصل للناس اللي ساكنه في العماره ديت. وعندنا فيديو تاني يا جماعه لشقه برضه غير كده، بس زي ما جبنا بقى المقطم والعبور نجيب الاماكن برضه اللي هاديه شويه. اتفرج كده على الشقه دي. والله العظيم ما يرضي ربنا اللي احنا فيه ده، والله ما يرضي ربنا. لا حد بيلحقنا ولا حد بيغيثنا. الميه قربت تطلع فوق السراير عندنا وعيالنا هتموت والله العظيم. ده منظر بيت ميه مجاري وميه مطر زي ما قالت كده، مجاري وميه مطره، ويعني برضه ربنا يعوض عليهم ان شاء الله خير ان شاء الله. وكالعاده في الاونه الاخيره في مصر هنا بيحصل العجب. كان يوم زي ده بكوارثه كلها ما كانش ينفع يعدي غير بالحادثه المعتاده، حادثه قطر. استغفر الله العظيم، يعني تفهمش الاهمال هيفضل في مصر ده قد ايه. لما قطرين يخشوا في بعض بالطريقه ديت تبقى حسب الله ونعم الوكيل، يعني في اللي يعني اقول ايه، في اللي كان السبب بصراحه. يعني اكيد ده اهمال، يعني اشاره، مش يعني برضه مش هقدر افكه في حاجه ما بفهمش فيها، بس كل اللي اقدر اقول لكم ان قطرين دخلوا في بعض. انت متخيل بقى مين السبب يعني؟ وليه نوصل يعني للمنظر زي ده، والناس مثلا خارجه في يوم زي ده ولازم كانت تسافر ولازم كانت توصل، وحركه القطوره توقف، وناس تبات في المحطه عشان خاطر مثلا عامل او شخص مهمل. يعني انا مش فاهم يعني. حصلت اليوم تقريبا مات عدد يعني مش قليل، وانصاب ناس كتير من الكهرباء ومن القطر ومن اللي احنا شفناه ده كله. فالله يرحم الجميع وربنا يصبر الناس. واتمنى يا جماعه حملات التوعيه مهمه. لازم يا جماعه يعني ندي الامور وضعها. في كارثه فعلا مثلا حاصله النهارده، لازم نبقى جاهزين. حكومه مثلا جاهزه، شعب واعي، نبدا يعني يا جماعه بلاش تلمسوا اعمده الاناره. قلنا مليون مره بلاش نوصل للحل اللي احنا بنشوفه دوت. والله الحاجات دي بتقطع القلب والله يا جماعه. بنحاول نضحك، بنحاول نهرج، ويمكن يكون انا شايف الوضع مثلا من هنا مثلا متغير. ممكن يكون الناس اللي بتلعب وتهرج ديت بيحاولوا يستمتعوا بيومهم. يا عم استمتع زي ما انت عايز، بس حافظ على نفسك. معلش يعني اللي بيموت ده بيموت ويسيب يعني
يعني الاعمار بيد الله، بس بيسيب ولاده وبيسيب اهله عشان خاطر مثلا الفكر بتاعه لسه صغير، لسه مثلا مش عارف. يا عم احنا كلنا عارفين ان اوقات اعمال الاداره بتكهرب. قدر يعني، مش هقول لك ما تلمسهاش، بس هو نصيب الحمد لله. وهسيبكم شويه مع شويه صور كده يوم الكارثه كده نتفرج عليهم. مناظر بصراحه يا جماعه ما كنتش احب اشوفها في مصر بصراحه. في اخر الفيديو يا جماعه يا ريت اكون كنت خفيف عليكم، وربنا يعني يبعد عننا كل شر ويقرب مننا الخير، ويا رب 2020 بقى تبقى يعني بعد النهارده كده تبقى حاجه حلوه علينا. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وشير للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وانا كنت سعيد جدا ان انا كنت معاكم. والسلام.